تكره أن يكون لك أعداء. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يغر الإنسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجة، إنما العدو قاعد مفتح لك كده اهو، عايز يعدي لك أيسة، ولما تعرف إن عدوك قاعد مفتح لك تقوم تعمل إيه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش إن في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشاعر يقول: عدايا لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. الله. يبقى إذن الواحد ما يزعلش. يبقى إذن